والسلطة خدت ولدي يا عزيز عيني، وانا بالدار روح بلدي يا رب. يا عزيز عيني وانا بالدار روح بلدي. بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي يا عيني وانا بالدار بلدي. الله يرحمك، الله يرحمك يا شيخ سيد درويش، يا فنان يا عظيم اسكندراني يا حلو. ما عرفوش امتى غير بعد ما مت، زي انا بالظبط. مش هيعرفوا قيمتي غير بعد ما اموت. يا عم انت هتندب، ما تاكل وانت ساكت. حبيبي تعالى يا حبيبي، يا حبيبي تعالى، كفاية اللي فاتنا هو فاتنا يا حبيبي الروح شوية. يا عيني يا عيني يا حنف، يا عيني يا حنف. ايه اللي جرالك؟ ايه في ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ مالك؟ هو انتي حطها في مية الشاي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عندك حق يا ست والله. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا يوسف؟ وحشتني اوي. اوعى تسيب حق ابوك يضيع يا محمود. اللي بعده يخش.
يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، عايزين همه، عايزين همه جامده قوي. لكم عندي مكافاه. يا ابني خليك راجل يا ابني. ايه كان لازم تيجوا اسكندريه. كان الصعايده عندنا علموكم ازاي التحميل اللي بجد، التحميل اللي بحقه حقيقي. الراجل منهم ب10. يلا يا اخوانا خش بالشوكه يا ابني. شيل معاه بالراحه بالراحه. خش انت. مصري، ايوه يا باشا منولي. عايزك تطلع المخزن تجيب لي دفتر من هناك. دفتر من هناك؟ والشغل اللي معايا ده؟ انا هقف بدالك. هات. هات. اشمعنى انا يعني؟ انا عايزك انت اللي تروح مصري. عايزني انا اللي اروح مصري؟ انزل بالراحه يا ابني، بالراحه، خش عليه بالراحه. ماشي، انا اللي اروح. يعني رايح فين يعني؟ الحمام. حمام يعني؟ بسرعة يعني وتجيني بسرعة. اندكس. محمود، ايه اللي جابك ورايا هنا يعني؟ انت عارف ليه منولي بعتك المخزن؟ طبعا. طب هتعمل ايه؟ ارجع انت بس لحد يشوفك وسيب الباقي عليا. يلا. منولي شراني وانت حبيبي مش قد. يلا. اندكس. الله. ارجع من العربية. في ايه بس مصر؟ ما انا معايا اذن التحميل اللي انا جايبه من منوري اهو. عارف. ارجع بالعربية على الرصيف. ليه؟ من غير ليه يا حبيبي؟ حمولة زيادة عن إذن التحميل صندوقين. ولا أصل ولا فصل يا بابا. وبلغ منولي وقول له محمود المصري بيقول لك بلاش كده معاه هيتعب قوي. فاهمني؟ يلا يا اسطى لف. يلا يا حبيبي. ارجع. وبعدين يا بص هنسيبه كده؟ اسيبه؟ انا لا يمكن اسيبه ابدا. المره دي جت في صندوقين، لكن لو فضل قاعد هنا ومراقب اللي داخل واللي خارج يبقى شغلنا كله هيقف. انا عارف الجرح ده طلع لنا منين؟ لا وايه؟ عامل نفسه فاهم في كل حاجه. مع المصيبة السوداء والمشكلة الكبيرة انه فاهم كل حاجة في المينا، جايبها من تحت، واللي زيه ما يضحكش عليه ابدا. لا بس موضوع الصندوقين دول بقى لازم يكون حد قايل له عليه. انا عارف ومش هسيب اللي قال له. انا خايف عليك محمود. خد بالك على نفسك انت يعني. انا بقول لك اهو. انت لسه صغير، الدنيا لسه قدامك بحالها. وبعدين يعني خبرتك في المينا لسه على قدك. انما عمك محمود بقى قديم مش سهل. والحركات اللي بيعملها الولادات ده منولي واللي لسه هيعملها كلها هنا. بس منولي خطر. عارف ومتأكد. وبعدين بقى لعلمك حركة الصندوقين دول هيفتحوا عليك وعليا بوابة جهنم. بقول لك اه يا ابني بالك امك عايزينك. بس ليه محمود زودوا الشحنة على العربية اللي مسكتها؟ افهمك بقى. دلوقتي اذن الخروج ب10 واللي طالع 12 صندوق، يعني في ايه؟ في 2 زياده. ال2 الزياده دول بقى يتباعوا لصالح منولي وعصابته. التهمه تلزق في مين هنا بقى؟ يا في طقم المركب يا في عمال المينا اللي جايه منها، يعني على اساس ان الشحنه وهي جايه اتسرق منها او اتسرقت من على ظهر المركب. فاهم؟ لان المينا دي بحورها واسعه قوي ولسه ياما هتشوف.